السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن. وصفتنا الرمضانية اليوم حتكون صينية الرز والدجاج بالكريمة. الوصفة أخدتها من خلود، مرة شكرا خلود. أخدتها منها، قمت صورتها وسويتها على طول من غير أي تفكير، وطلعت من جد مرة لذيذة. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. حنحتاج صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة، رز مصري أو رز أمريكي، بصل وفلفل رومي أخضر مقطعين مكعبات صغيرة. والبهارات حنحتاج كمون، كزبرة ناشفة، كركم، وكاري. وكمان حنحتاج مكعب مرقة دجاج. حنحتاج ملون طعام، حنخلط معاه شوية موية، إذا ما تبغوا تستخدموا الملون مو لازم. وسمنة، كريمة طبخ، جبنة كاسات أو جبنة سائلة، وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين نروح لطريقة التحضير. حنجيب طاوة كبيرة ونسخنها ونحط فيها السمنة ونخليها لين ما تدوب. الحرارة حتكون متوسطة. حنضيف الفلفل الرومي والبصل وحنقلبهم مع بعض إلين ما يصيروا طريين، تقريبا 4 ل5 دقايق. حنضيف قطع صدور الدجاج وحنقلبها على النار تفضل متوسطة إلين ما تستوي نص استوى. بعدها نضيف البهارات والملح والفلفل الأسود ونقلب الدجاج إلين ما يستوي. حنطبخ الرز المصري زي ما احنا دايما نطبخ الرز. اذا حابين تشوفوا شرح بالتفصيل عن الرز حتلاقوه في فيديوهين، حسيب لكم الرابط حقهم تحت الفيديو. غير كده ما حنسوي اي شيء، حنطبخ الرز لين ما يستوي. حنجيب قدر صغير ونضيف فيه كريمة الطبخ والجبنة السائلة ومكعب مرقة الدجاج. حنقلبهم مع بعض على نار متوسطة إلين ما المزيج يسخن، ما نبغاه يغلي، فقط يسخن. حنوزع الرز بعد ما يستوي في صينية فرن، حنوزعه مظبوط، ما نسيب ولا فراغ. وبعدين نوزع بطريقة عشوائية ملون الطعام اللي خلطناه مع موية. حنوزع خليط الكريمة الساخن على الرز توزيع متساوي. وحنوزع برضو الدجاج كطبقة أخيرة في الصينية. حندخل الصينية في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 175 مئوية، ونخليه تقريبا 15 دقيقة إلين ما يسخن. الغرض هنا إنه بس يسخن، ولا غير كده كل شيء مستوي. وبكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوا صينية الرز والدجاج بالكريمة تصوروها تبعتولي هي على الإنستغرام. وأشوفكم فيديو تاني قريب إن شاء الله، والعافية عليكم مقدما. أحبكم جميعا ومع السلامة.